يعني انا على سبيل عايز اخش انترنشيب او عايز اشتغل حتى ولو برقم قليل، مثلا اشتغل واخد رقم قليل. في شركات بتبقى كبيره ممكن اروح اعمل حاجه زي كده معاها. طب ليه منعم بقى؟ ما دي شركه كبيره وبتكسب ومش عارف ايه، لا اروح مثلا شركه زي دي واخد رقم قليل في الاول وما اروحش مثلا الشركات التانية؟ اقول لك لان بكل بساطه احنا هنا طبعا كل حاجه بايد ربنا، بس هنا في الى حد ما حاجه مضمونه، احنا بناخد بالاسباب. فشركه كبيره في برودكت موجود، هاخد اكسبيرينس حقيقيه فعليه مع ناس ما شاء الله عليها خبره كويسه، فدوت في الاخر هيديني الانطباع بتاع ان انا اوريدي اشتغلت في تيم، اشتغلت مع ناس، اشتغلت على بروجكت اتحط في البورتفوليو بتاعي، موجود على الاب ستور او موجود على جوجل بلاي. فبالتالي بالنسبه لي انا دي كل حاجه انا محتاجها عشان ابدا اقدم على شركه تانية وابدا اعلى واعلى. فهي الفكره كلها بتبقى في كده. فانا لما اختار الشركه اختار شركه كويسه. لكن على سبيل برضو المثال، يعني كان في حد من فتره منزل بوست مش عارف بيقول لك احنا عايزين 10 ولاد و10 بنات عشان شركات ستارت اب. انا مع احترامي انا كنت هشتغل اشر قبل كده، بس دي فكره اشرنج 10 ولاد و10 بنات دي احنا جايبين اشرنج وهننزل نوزع حاجات على الناس. هات نص نقل وحمل بالظبط والله. يعني طب مع احترامي للفوعليه احنا كده جايين هنشتغل فوعليه خلاص. يعني وقتها وفعلا حصل نقاش ما بيني وبين الشخص دوت. قلت له طب انتوا ستارت اب؟ قال لي انا ستارت اب وبنكسب وبنعمل ومش عارف ايه. قلت له طب ما انت لما انتوا بتكسبوا ما تدي الناس دي فلوس. يعني هو بيقول لك انا اجيب واحد ب 10000 ما اجيب 5 ب 2000. طب ده فعلا هو هيخلصوا اكتر. هو لكن انا ليه علاقات ومش عارف ايه وكده. طب يا جماعه ما برضه عقلوا الكلام. انا ايش ضمني ان انا حاجه بالمنظر دوت وفي العدد ده كله ان البروجكتس اصلا تكمل؟ اصلا انت كاداري المفروض تبقى واخد بالك من حاجه. هو العدد ده كله انت جايب، ما هو لو اللي هيجي لك ب 2000 ده مش عارف حاجه، تمام طبيعي. فانت جايب واحد جايب 5 مش عارفين حاجه، فهتبقى ايه بقى؟ عارف انت الزريبه في الشركه. لا هتديرهم ازاي 5 لازم تعلمهم تفهمهم كام سينيور هيعلم فيهم. قال لك انا عندي الليد دوت هو اللي هيعلم الناس ولا يفهمهم. الليد ده بني ادم برضه هيعلم 5 ازاي من الصفر برضه يعني. هو بيبقى ممكن على فكره ممكن يكون مش من الصفر، ممكن يكون في ناس فعلا عندها نوليدج وراحوا عشان نفس اللي اتكلمنا عليه من شويه انا مش لاقي، فبالنسبه له هي دي احسن من ما فيش. هو بص برضه بتختلف على حسب استراكشر الشركه. في شركات كتير قائمه على فكره ان هي سيرفيس بروفايدر مش اكتر. يعني انت مثلا بتعمل ايه؟ بتاخد كونتراكتس كتير، ناس كتير عايزه تعمل ابلكيشنز هبله، فهي يجيبوا هم يجيبوا موظفين كتير يعني مش ما عندهمش كابابيلتيز عاليه ويعملوا لهم الابلكيشنز الهبله دي، وبياخدوا مثلا من دي 20 كونتراكت في الشهر، كل كونتراكت بمبلغ بسيط، ومن هنا هو بيبدا يكسب. فهو هنا بيبقى الموضوع اشبه بالزريبه شويه. السكيلابيلتي سيء، ما فيش سكيلابيلتي للشركه دي، عمرها ما هتكبر، بس بيعمل قرشين حلوين منها. فاعتقد هو هيبقى الموديل شبه كده يعني. ممكن. بس هو الموضوع اللي احنا عايزين نوصله في الاخر للشباب ايه؟ اللي انت دور على الحاجه اللي انت رايحها.